والتسامح وللجميع وسورتو دولة حرية. التظاهرة هذه اليوم حب تعبر على رأي شريحة كاملة، شريحة كاملة مش مع التونسي، اللي تطمح إلى أن يكون تونس ما بعد الثورة، تونس ما بعد الدكتاتورية، تكون دولة الجميع، دولة اليهود والمسيحيين والمسلمين وغير المؤمنين. تونس دولة ما عنده حتى علاقة بالسياسة وما عنده حتى علاقة بالدولة. الدين مسألة شخصية من حق كل إنسان يمارسه، ومن حق كل إنسان أنه يمارس دينه، مسألة بين الإنسان وربي، ما عنده حتى علاقة سياسة أجماع السياسة به. كنعاود نرحب بالضيوف ديالنا فريده جمال وميتخ اسيا اللي معنا اليوم باش نهضروا على الموضوع ديالنا هو اللائكيه لا لايسيتي. نحب نذكر باللي السؤال اللي غادي نوجهه لكل واحد منهم ما كيمنعش باللي انا الاخرين يدخلوا ولا يزيدونا اضافات اخرى. غادي نبداو بالسؤال الاول باش نعرفوا الناس اللي كيتفرجوا فينا على شنو هو مفهوم اللائكيه لا لايسيتي. نبدا معاك ميتخ اسيا. اي موضوع كبير برشا، موضوع يعني مش هو موضوع تطرح اليوم، هو موضوع مطروح من قبل، ولكنه اليوم تطرح بحدية وأصبح شعار مثل الشعارات اللي تم رفعها في الثورة هذه. اللايكية هي في كلمتين: فصل الدين عن الدولة، فصل أو فك الارتباط بين أي نظرية دينية أو عقيدة أو بين الدولة، ورفض وصاية بعض الأشخاص بتعلة العقيدة في تسيير أو فرض عديد الأمور على أشخاص آخرين بمسألة العقيدة. بريف، اللايكية هي فصل الدين عن الدولة وسيادة بين قوسين المواطنة وقيم المواطنة. بغيف كاينين بزاف الناس اللي ما كيفرقوش ما بين اللائكيه والالحاد. شكون منكم يقدر يعطينا المفهوم بالضبط والفرق ما بيناتهم بجوج؟ جمال. كوثر، الالحاد هو موقف ايديولوجي من الدين، هذه مسألة واضحة. لا احكي معايا بلغة الشعب عادي. بلغة الشعب اللائكية راهو تم الدفاع عليها، تكونت جمعية لها قبل بسنتين وقعدنا نطالبوا بالرخصة هذه، نطالبوا لكن السلطة ما ردتش علينا. معناتها علاش طالب بالرخصة هذه؟ لاحظنا وأنه الجانب الديني قاعد يدخل في الحياة العامة متاعنا. معنا بالرخصة هذه لاحظنا وأنه الجانب الديني قاعد يدخل في الحياة العامة متاعنا. معنا بالرخصة هذه لاحظنا وأنه الجانب الديني قاعد يدخل في الحياة العامة متاعنا، معنا بتفسيرات ومفاهيم غالطة ممكن تضر بالنشأة متاعنا، بأولادنا، بصغارنا وكل. علاش طالبوا باللايكية؟ اللايكية أنها أكبر ضامن الضامن هي تفصل ما بين معناتها التشريعات نتاع الدوله، ما تدخلش ما تنظمهاش تنظمش الحياه اليوميه نتاع المواطنين بالقوانين الدينيه. معناتها فئه من الناس بيان سور ما كان اون جينيراليز با كيخلطوا ما بين اللايكيه والالحاد. فما فهم خاطئ وفما خاطئ، معناتها مش عن غير قصد. معناتها ما فهمش. نقولوا شنو هو الالحاد اولا؟ الالحاد هو ما يمنش بحتى ديانه، معناتها ما يمنش بحتى شيء. فما ناس عن قصد وفما ناس عن غير قصد. الفاشيين اللي يقول لك الفكره عندي انا، هو اللي يعملها عن قيق. يقول لك راهو اللايكيه هي الحاد، هي الشيوعيه مربوطه بالشيوعيه، هي مربوطه بالغرب، هي مربوطه بالانحلال. لا بالعكس، البارح متنقبه في جات للمسيره وعملت اللايكيه راهي الحاد. مشيت حكيت معها قلت لها راهو الطرف الوحيد اللي يحمي لك النقاب نتاعك هذا اللي لبسته هو اللايكيه. انت حره باش تلبس ايش تحب، وحره باش تمن باش تحب، تمنش بالحجر، امن على روحك.
تفضلي. لو كنت تسمح لي، خاطر انا نداء ونحب نوجهه، لانه شراره تونس الاولى هي شراره الثورات في الدول العربيه، وتونس هي الرائده، وتونس التي اشعلت هذه النيران. نتمنى زاد في موضوع اللايكيه ان تشعل وان يصبح مواضيع نقاش حول اللايكيه وفتح معناتها دي ديبات تريز امبورتون. واليهود والمسيحيين عايشين في اوروبا وفي بقاع اخرين في العالم ما غير مشكل، سيكو جوستومون خاطر ثم اللايكيه، خاطر ثم اللايكيه مثلا النقاب حتى نجم يعملوا حتى شيء في فرنسا. ما ننساوش زاد الجهه الاخرى، ما ثماش كان وسطى واحده. لا سامحني تعقيبا عليك يا جمال، وهي رساله وانا متاكده اللي انت باش تفهمها بالمليحه الرساله هذيا بالنص القراني للناس اللي بين قوسين معناتها جايه ضد اللايكيه. النص القراني يقول لكم دينكم ولي ديني، انت لا تهدي من يشاء، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، انت لا تهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يريد. السؤال محسوم، لكم دينك ولي دين، وفما سياق اجتماعي سياق اقتصادي نقتسموه ونعيشوه مع بعضنا. ما تجينيش بتعلة الدين وتفرض عليه اراك وتبدا مجموعه معينه تسيطر بتهمه الماوراء. هذه عصور باءت ومشيت، وعلى اثر زاد هذه يعني ثم ثورات كما ثوره 1917 جاءت معناتها في مضامينها الاصليه رفض حكم الكنيسه وسيطره الكنيسه، وبالتالي في نوعا ما لايسيتي في مفهومها البسيط والبداء. بالرخصه هذه لاحظنا وانه الجانب الديني قاعد يدخل في الحياه العامه نتاعنا معناتها